كيف يخلو العبد بربه؟ أن يتفرغ من هموم دنياه. جلسنا مع الخلق فملأوا قلوبنا غما وهما، حسدونا على نعم الله التي وهبنا إياها. ناظرنا، شفنا الواتس وشفنا الجوالات وتويتر والفيس وغيره، وما زادنا إلا غم وهم. يا أخي تخلى عن الخلق وبكر للصلاة واجلس بين يدي ربك ناجه. صلاة الجمعة بكر لها وقدم بدنه 3 ساعات تناجي ربي 4 ساعات. في جوف الليل الأخير تفرغ عن الدنيا وعن عيون الخلق وانكسر بين يدي الله وابكي هناك واعصر عينك. يا رب، إن ذلك يورثك أيها المؤمن إيمانا وسكينة وطمأنينة. إذا رأيت إنسان وجهه مضيء ونفسه مستقرة خلا بالله فأفاض عليه نورا وسكينة. بعضنا يا أحبابي لا يقوم الليل، بعضنا لا يبكر للجماعات ولا للجمع، بعضنا ما يرتل القرآن وحده ويتدبر القرآن الذي جعله الله مباركا، ثم يشتكي من الوحشة والغم والهم. وردد دائما: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذا كان قال وصف نفسه بالظلم من ذنب أو ذنبين، فكم لي ولك من ذنب أبعدت السعادة من قلوبنا. إذا كنت مصر على الآثام فإن السعادة ترحل ولن ترسو على شاطئ قلبك. لما؟ لأن من عدل الله ألا يسعد من عصاه. من عدل الله ألا يسعد من عصاه، مع أن قد يعطيك ليشقيك لا ليرضيك. فإذا أردت السعادة مع العطاء ورحيل الهموم والأحزان فعد إليه جل وعلا منكسرا وتب مما مضى من الذنوب، تعود السكينة. وأردد لك الحديث أعيده عليك الذي قال الحبيب فيه: إلا أبدل الله حزنه فرحا. تريد الأحزان تنقلب أفراح وترحل الأتراح من قلبك، فعد إلى ربك واستقر وأقر بين يديه أنك عبده، وحقق العبودية وأبشر والله بالسعادة.